السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم مس لميا، والنهاردة هنكمل في منهج جريد 3 او منهج تالتة ابتدائي. خلصنا شرح يونت 1 كلها، يونت 2 كلها، يونت 3 كلها، والنهاردة بنخلص في شرح وحدة او يونت 4 الوحدة الرابعة. بناخد فيها النهاردة اخر درس اللي هو lessons 4 and 5، الدرس الرابع والدرس الخامس بنضمها في درس واحد. الدرس ده ليه علاقة بالساينس، ساينس العلوم. بيكلمني على ازاي ان احنا making، في هنا انج، الصوت انج يبقى making glass، ازاي ان انا بعمل الزجاج. اول حاجة كلمة زجاج يعني glass. كلمة يشكل الاس اتش بننطقها ش اس اتش ش shape والاي في الاخر ما بننطقهاش. كلمة صحراء يعني desert. كلمة مواد كيميائية السي اتش بننطقها تش بس هنا هننطقها ك يبقى chemicals. المواد الكيميائية اسمها chemicals. يضع يعني put. سائل يعني liquid. الرملة اللي بصنع منها الجلاس اسمها sand. الوعاء اللي بحط فيه زي صحن غويط كده او اناء عميق اسمه bowl. دي كانت الفوكابلري او الكلمات. بعد كده بندخل بقى على الاكسترا فوكابلري، بتبقى كلمات تانية بتساعدني في الدرس. يذيب يعني melt. سوق يعني market. يضيف يعني add. نهر النيل اسمه the Nile. الغاز اسمه gas. مصدر طبيعي يعني natural. resource يعني مصدر طبيعي. بعد كده turn the page، هقلب الصفحة، هلاقي فيه درسين مهمين قوي. اول درس بيتكلم عن ازاي we can make a glass، ازاي نصنع او نستطيع ان احنا نصنع زجاج. والدرس التاني بيتكلم عن اهمية المية، بيتكلم عن الووتر. نبدأ اول حاجة بطريقة عمل الجلاس او تصنيع الزجاج. بيقول in Egypt، في مصر، اقرا معايا، we have، احنا عندنا many، كتير، natural resources، دي كده natural resource وبنجمعها بالاس في الاخر resources. يعني في مصر نحن لدينا العديد من او كثير من المصادر الطبيعية natural resources. sand الرملة مالها is بتعتبر تكون a natural resource، مصدر طبيعي. we can نحن نستطيع make نصنع glass، هنصنع الزجاج from من sand من الرملة. from حرف جر معناه من. ازاي بقى؟ number 1 جملة عندك بالانجلش وكمان هو مترجمها لك للعربي. الموضوع يبقى سهل جدا بالنسبة لك، مجرد ان انت بتقرا معايا وتشوف ايه نطقك وقراءتك سليمة ولا مش سليمة. نحن take بناخد sand الرملة from the desert من الصحراء. بعد ما بناخدها ايه اللي بيحصل؟ we add بنضيف عليها chemicals، قلنا ch هنا ننطقها chemicals to the sand، بنحط chemicals على الساند على الرملة. بعد ما حطينا chemicals then وبعد كده ثم we put بنحط بقى everything everything يعني كل حاجة. ايه كل حاجة؟ احنا عندنا حاجتين، احنا جبنا sand الرملة وحطينا عليها chemicals، والاتنين دول هنحطهم in a bowl، هنحطهم في وعاء. يبقى كده عندنا مكونين
sand الرملة والchemicals والمواد الكيميائية حطيناها في بول. هاخد البول بقى ده واحطه فين بقى؟ احطه على النار عشان يدوب. يبقى we melt بندوب the sand الرملة and the chemicals والمواد الكيميائية to make علشان نصنع منها a liquid عشان نعمل منها مادة سائلة. المادة السائلة دي بقى هنشكلها then وبعد كده we shape بنشكل we shape the glass بنشكل الإزاز. طبعا الإزاز ده ممكن يكون على شكل كوباية، شكل لمبة، شكل شباك. يبقى we نحن كان نستطيع make نصنع many العديد من things الأشياء from glass من الزجاج. يبقى هنا كلمك على طريقة عمل الجلاس. ازاي بنصنع الجلاس؟ عندنا كام طريقة؟ 1 2 3 4 5 6 ways 6 طرق عشان نعمل ايه؟ جلاس الزجاج. ده كان اول درس. الدرس التاني قلنا بيتكلم عن الووتر المية. يلا كده. يبقى اول مصدر طبيعي اول natural resource خدناه كان الساند. ده الساند ده كان اول natural resource مصدر طبيعي. طب تاني natural resource تاني مصدر طبيعي هو الووتر water المية. another Egyptian مصري natural resource قلنا natural resource مصدر طبيعي لا دخل للإنسان فيه ربنا هو اللي أوجده على الأرض. natural resource ايه هو؟ is water المية. طيب number 2 مالها بقى الووتر؟ farmers الفلاحين get بيحصلوا على water مية from the Nile من النيل. number 3 farmers الفلاحين give water بيدوا المية to the plants للنبات. number 4 وعندي كلمة table ترابيزة. يبقى بس مش هقول بقى vegetable اتفقنا نقولها ايه؟ vegetables الخضروات need بتحتاج water المية to grow علشان تنمو. كمان هنا بيقولك ايه؟ احنا باي بنشتري باي في الفعل ده مهم قوي. باي يشتري vegetables الخضروات at the market من السوق من السوق. number 6 اللي هي آخر خطوة then وبعد كده بعد ما اشترينا vegetables we eat vegetables بناكل الخضروات. يبقى كده احنا اتكلمنا عن 2 أو 2 من natural resources. الصفحتين اهو في وش بعض. أول natural resource كان الساند الرملة. تاني natural resource كان الووتر. بقول معايا بقى natural resource اوكي. طيب بعد كده عندي ايه هنا بقى؟ كده خلصنا الدرس خلاص. اخدنا الفوكابلري مفهوش جرامر وكله بيتكلم عن الناتشرال ريسورس. عندنا هنا الاكسرسايز هتوصل. هنا عندي rearrange هترتب. هتكمل الكلمة. choose هتختار. وهكذا بقى بقية الاكتيفيتيز او الاكسرسايزز. لو اي حد وقف معاه اي حاجة او اي سؤال في الاكسرسايز يحطهولي في كومنت تحت الفيديو وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي في يونت 5. المرة الجاية بقى ان شاء الله هناخد يونت 5 الوحدة الخامسة واللي هي بعنوان at the zoo. حلوة جدا بتتكلم عن زو حديقة الحيوانات. يبقى كده بتتكلم عن الانيمالز الحيوانات. فان شاء الله تبقى لذيذة. باي.